شايفين كده شكلها خطير. بما اننا خلاص داخلين على الصيف والجو الحر وكمان احنا ملتزمين بهيلث لايف ستايل، هعمل معاكم حاجة حلوة صحية النهاردة من غير فرن، وكمان بتتحط كده في التلاجة وطعمها بجد خطير، وتنفع كمان لانش بوكس لو احنا رايحين الشغل او الجامعة. يلا بينا. اول حاجه هجيب الصينيه بتاعتي، حطيت فيها ورق زبده مسحه بسيطه بالزيت، ونزلت طبقه رفيعه قوي من الشوكولاته الدارك، فضلت افردها كده لحد ما عملت طبقه بسيطه قوي شوكولاته 85%. بعدين بعد ما حطيت اول طبقه من الشوكولاته هبدا انزل شويه مكسرات سوداني وزبيب كده شكلها، وبعدين هجيب تمر عادي خالص شايله منه النوى، وهبدا ان انا احطه. اهم حاجه واحنا بنحط التمر نضغط عليه كويس قوي علشان يلزق كده في الشوكولاته الدارك السايحه. تقريبا احتاجت عدد 8 تمرات. وبعدين هزود كمان معلقه من زبده الفول السوداني، بعملها في البيت زي ما وريتكم قبل كده. هفرد منها طبقه رفيعه خالص فوق التمر، واحاول اضغط عليها كويس علشان تمسك كده وما تفرفتش مني في الاخر لما اجي اقطعها. وبس ده كده شكلها. على الوش هحتاج ان انا ازود شوكليت دارك تاني، شوكولاته دارك 85%، بسيحها في الميكرويف، وهبدا ان انا افرد منها كده طبقه. ابدا بالراحه كده افردها، يبقى هي كده عباره عن طبقتين من الشوكولاته الدارك بينهم تمر وزبده فول سوداني ومكسرات. لما ناكل بس الشوكولاته الدارك كده في الدايت ونحس ان احنا يعني ما اكلناش حاجه حلوه صحيه، ونحس دايما باشتهاء للحلويات، نجرب دايما كده نعملها في وصفات لذيذه، بس في نفس الوقت ناخد منها كميات صغيره. ممكن على الوش كمان اضيف شويه كده من المكسرات، تدي شكل حلو وكمان طعم. بعدين ادخلها بقى التلاجة نص ساعه كده الشوكولاته تمسك نفسها. ودي شكلها كده بعد ما طلعت من التلاجة، الشوكولاتة كده تمسكت. هبدأ بالراحة ان انا اشيل ورق الزبدة، وهبدأ ان انا افردها كده بالراحة، عشان انا مسحة ورق الزبدة بالزيت فهي طلعت معايا بكل سهولة. وبعدين هبدأ ان انا كده اقطعها قطع صغيرة. نقدر طبعا نستخدمها اي صينية احنا نفضلها، بس انا استخدمت صينية الانجليش كيك. شايفين شكلها من جوه عامل ازاي، مليان طبقات التمر والمكسرات وزبدة الفول السوداني، بجد خطيرة. بتبقى كريسبي كده من بره ومن جوه طرية بسبب التمر وزبدة الفول السوداني، طعمها رهيب، في ميكس كده اطعم خطير جدا. ناخد منها قطعة واحدة بس في اليوم، وبجد لذيذة قوي وانجوي.